ما تريد تشترك ولا تريد تطور، لأن وبالمناسبة حتى المستمع يعرف العمل بالهيئات الإدارية الكل هو عمل طوعي تطوعي. نعم تطوعي. زين هذا الاستقتال على الهيئات الإدارية والبعض معشعش موضوع آخر، يعني نعم 20 نعم سنة و25 سنة صح أكيد. موجودين يصير الانتخابات هم نفسهم يجدد ثقة نعم. مو انتخابات. نعم. وبالنتيجة اليوم هاي الرياضات ما موجودة ومعدومة بسبب أنهم ما جاي يشاركون بها، حتى ما تكلفهم فلوس وتبقى تصرفاتهم. أي كابتن؟ كابتن هي المشكلة شنو صارت؟ مثلا محافظة أو محافظتين هسه لا، صعدت بصرة نفس الحالة، ناصرية نفس الحالة، سماوة نفس الحالة، محافظاتنا. يعني أنا أقول لك هسه تجي تقول لي الدوري العراقي الممتاز، دوري العراقي ممتاز، شنو الأندية اللي مشاركة؟ راح أقول لك فرق بغداد إضافة إلى نادي الحلة وناديا من الشمال، هذا مختصرة كرة سلة. يعني بغداد راح عندك نادي النفط، نفط بغداد، نادي الشرطة، نادي الكرخ، دجلة. عندك مثلا إذا نريد نصعد مثلا للشمال 3 أندية، زاخو، نفط الشمال، غاز الشمال، ونادي الحلة. يعني أنت قل لي من محافظات العراق. البصرة كم نادي؟ البصرة ماكو، ناصرية ماكو، عمارة ماكو، ولا نادي ماكو، من مناطق الجنوبية كرة سلة ما موجودة، خلي يعني كربلة، نجف ماكو. مستمعي طبعا راديو شناشيد وبرنامج طريق الرياضة يعني لازم اللي يسأل عن لعبة كرة السلة بالمناطق الجنوبية ما عندنا نادي ما عندنا فريق يشترك بالدوري. هاي معلومة حتى للبعض اللي يسأل عن بقية الرياضات ويحمل الإعلام جزء أنه ليش ما يابا تركزونا على الرياضة. حقيقة اليوم هي أساسا ما موجودة على خارطة الدوري. لا شلون احنا نركز؟ يعني هو نرجع لنفس الحلقة، هو الهيئات الإدارية. كابتن